التشكيل الأمثل للنادي الأهلي أمام الهلال السوداني من قبل الكابتن سيد معوض. خلينا نسمع التشكيل ونرجع لبعض مرة تانية. طب كابتن سيد، الاستاذ خضر اتكلم لو الجون اتاخر هتعمل مشكله النادي الاهلي. ايه بقى السيناريو اللي المدرب هيبقى حاطه للعيبه وتنطلق؟ شايف الاهلي هينطلق بالمباراه ازاي؟ تبدا ازاي؟ تعليمات كولر من اول دقيقه ازاي؟ لا انا بشوفها ان هي مش هتبقى مشكله في، يعني انا بتكلم في، يعني انا قلت مثلا الجول الاول هيفرق اما يدخل بدري، هتفك كل الالغاز، هيخليك تلعب وانت مستمتع والجمهور نفسه وانت مستمتع، وانت الدنيا سهله. انما طول ما بيعدي الوقت انت هتلاقيك الضغط بيزيد عليك شويه بشويه. يعني وهو بيثق شويه بشويه. انا حضرت موقفين. مباراه القطن الكاميروني في نهائي افريقيا، اول ربع ساعه احنا جبنا في 8 دقائق جولين، فالماتش بقى عادي جدا. خدتوا الكاس هناك. يعني كان شادي جاب بنالتي وانا فاكر شادي محمد، مش فاكر الجول الثاني اعتقد احمد حسن. احمد حسن. يا نهار ابيض. وهنا كان احمد حسن هم تودينا في داهيه. هنا كان الصقر ما بيهزرش بالعربي. هنا كان وائل جمعه وفلافيو. مباراه ثانيه الاتحاد الليبي كنا خسرانين بره 2-0، فاكر ومباراه العوده الماتش اللي بكى فيه كابتن حسام البدري. احنا قعدنا حوالي 65 دقيقه او 70 دقيقه ما يعني بنضيع فرص كتير جدا. بس يعني بكل امانه اللعيبه كان عندها ثقه كبيره جدا، واللعيبه شخصيات كبيره جدا جوه الملعب، فده ما هزش حد. يعني بتضيع فرص وبتلعب بس الجمهور واقف في ظهرك. الجمهور كان زي دلوقتي حوالي مثلا 50 او 70 الف متفرج، ففرقوا مع الفرقه بشكل كبير. فالموقفين دول الجول بدري بيخليك تلعب وانت هادي، الجول اما بيتاخر شويه طب يجي بدري ازاي؟ يعني إيه؟ انت شفت الهلال وادائه وخطوطه، وانت عارف الاهلي وطريقه ادائه ومفاتيح لعبه ومفاتيح هجومه. انت لو انت مدرب بتارجت سيناريو في دماغك اكيد، صح كده؟ اللعب على السرعات بين ديفنس الهلال. ديفنس الهلال من العناصر تمركزاتهم كلها معظمها غلط. انت لو اتفرجت على مباراه سان داونز على ملعبهم، الهلال ممكن يخسر 3-4 لو سان داونز مسك الكوره بطريقته. يعني سهل جدا في مساحات كبيره جدا بين السردباكين. ما هو الاهلي بقى بيجنني في ماتشات بلاقي الاهلي بيلعب على السرعات اللي في العمق والتمريرات البينيه اللي في العمق دي كتير جدا. هو لازم، وفي ماتشات تانية ما بتحصلش. هو لازم يلعب على دي، يعني لازم تلعب على الحته دي. يعني وجود كهربا او محمد شريف، الاثنين دول بالذات في الحته دي مهمين جدا. ليه؟ لان هم الاثنين عندهم سرعه وبيتحركوا في الاماكن دي، فيفتحوا مساحات كتيره جدا. فيفتحوا مساحات لكل اللعيبه بتاع الاطراف. طب هل ده هيحتاج في نص الملعب لاعب بعينه؟ يعني قفشه مثلا عشان يعمل دي، ولا اليو دانجي اللي يعملها، ولا مين؟ لا يعني انا بشوف لو الراجل لعب بمروان والسوليه وقندوسي الامور هتبقى ماشيه بشكل كويس. ده الثلاثي اللي انت شايفه؟ انا شايفه يعني ما بيلعبش بأليو ولا حمدي؟ مروان دي جديده دي. مروان يعني خلي بالك المباراه على ملعبك، انت محتاج واحد من الثلاثه، يا مروان يا حمدي يا اليو ديانج. ما ينفعش الثلاثه في الملعب وانت عايز تكسب وتكسب مكسب كويس. اي بس في لعيبه برضه، يعني حمدي عنده نزعات هجوميه، وشفنا في ماتشات كتيره جدا اللي حمدي كان نجمها زي ماتش سموحه. في كام ماتش حمدي كان من اللعيبه اللي بتيجي من تحت كويس جدا، والزمالك وتستلم كويس جدا بفكره اللعب في العمق دي. انا شفتها لحمدي يعني كانت مبهره، وحمدي من اهم اللعيبه. بس انا بشوف المباراه دي محتاجه الثلاثه دول. طب ليه ما تقولش حمدي يقوم بالدور يعني كده؟ القندوسي من اللعيبه كويسين جدا اللي بيعرف يباصي. ايوه ليه حمدي ما يعملش الدور ده؟ تبقى انت برضه مطمن من ناحيه انا بشوف حمدي الفتره اللي فاتت الحاجات الهجوميه كويسه جدا، بس انا بحب حمدي فتحي اما يلعب 6 يعني الناحيه الهجوميه طب ليه ما تقولش هو بيسرق المناخ؟ يعني هو لما بيجي من تحت لفوق ما بيتحسش. مش عارف، انا احساسي التركيبه بتاع الثلاثي دي، يعني الثلاثي ده هتبقى افضل. يعني السوليه ومروان عطيه وقندوسي الثلاثه عندهم الناحيه الهجوميه، الثلاثه عندهم الناحيه الدفاعيه برضه هيكونوا موجودين. فانت بس انت تامن لدي؟ ده انا شايف ان هي هتبقى افضل حاجه للنادي الاهلي. حتى انت موافق على الطرح ده؟ لا طبعا، يعني مش هتكلم فنيا بقى كابتن سيد، ما اقدرش. بس انا يعني اعتقد ان الاول الجون البدري ده في نقطه عايز اتكلم فيها. المشكله ان لو الهلال جاب جون، يعني لعيبه الاهلي ما تسمحش
الهلال جاب جول اللي هو انت بتلعب عايز تجيب جون بدري بس في نفس الوقت خد بالك ما يجيش في الجون، الدنيا هتتدربك. انا شايف ان ساعات لو جاب جون انت محتاج 3 ما فيهاش هزار، الدنيا هتتدربك. فدي برضو في حساباتهم دي هتلاقي اللي هو انت عايز تهاجم لكن في نفس الوقت لازم تامن كويس نص الملعب. وخصوصا ان برضو انا في علامات استفهام كتير على دفاع الاهلي، برضو تحس ان هو يعني اقل الخطوط من وجهه نظري. الماتشات اللي زي دي انا شايف ان وجود قفشه تحديدا ضروري، الباص ويوصل والشوط والكلام ده. يعني قفشه وحسين الشحات دول اهم 2 ممكن يبقوا موجودين في طب من كلام الخضري انك برضو مش عايز يجي فيك جون، برضو ال3 دول يقدر الثلاثي ده برضو مش هيخلي ان شاء الله يجي في الجون. طب هتركبهم ازاي؟ يعني خلي بالك ال3 ممكن يعني يبدلوا السوليه ومروان عادي جدا لما يلعبوا واحد تحت او واحد على يمينه، الاثنين عندهم الامكانيه دي. القندوسي يعني مين هيبقى في الدايره تحت ومين هيبقى على اليمين وعلى الشمال؟ مروان، وابدا بالسوليه يمين والقندوسي شمال شويه، والقندوسي هو اللي عنده الزياده لقدام. انا بشوف ال3 هيدوا لك حلول. السوليه عنده حل تصويب وبيلعب بدماغه بشكل كويس، القندوسي هيمشي بالكوره وبيعمل بينيات بين المساحات اللي هتكون موجوده في ديفنس الهلال. مروان من العناصر اللي بتجري بشكل كويس، اللي هيقدر يقطع لك الكوره. خلي بالك الماتش ده مهم جدا، ان انت سرعه ارتداد فريق النادي الاهلي، ان انت تجيب الكوره بسرعه، ده الاهم. يعني ارتداد مروان اسرع من ارتداد اليو ديانج مثلا؟ اليو ديانج الفترة الأخيرة خلي بالك مش في أفضل حالاته مع في معظم ماتشات النادي الأهلي، يعني صحيح. معظم ماتشات النادي الأهلي هو آخر 3-4 ماتشات على العكس تماما. مروان كل الماتشات اللي لعبها الفترة الأخيرة بيأدي أداء جيد جدا. ولعب منتخب ولعب حتى مع المنتخب نزل، وقبل معسكر منتخب حتى هو بيأدي أداء كويس جدا. فأنا شايف إن هو لا يعني إضافة. مروان يبقى 6 والسوليه وقندوسي. السوليه وقندوسي والاثنين ال3 كمان عندهم النزعه الدفاعيه بشكل كويس، يعني ممكن تقلبها تجيب السوليه جنب مروان وتخلي القندوسي قدامهم لو يعني احتجت ده. لو احتجت ده فعندك الحلول جوه الثلاثي ده. عندك طب ماشي، ده ثلاثي نص الملعب والخضري موافقك؟ موافقه جدا موافقه بنسبه كبيره. وبرضه عايز اكد ان الاهلي يمكن عنده 5 افضل 5 في مصر في الحته دي. برضه تاكيدا ان اليو ديانج اعتقد ان صعب انه يحافظ على مكانه كاساسي الموسم اللي جاي. يعني مروان من اهم الصفقات اللي عملها النادي الاهلي، لعيب متكامل في كل حاجه. فبالطريقه دي انا شايف وان في نفس الوقت اليو ديانج بيقل فلو قعد يعني بس انا عندي احساس انه هيبدا بحمدي فتحي. وحمدي خلي بالك حمدي ومروان يعني والسوليه، او حمدي ومروان وقندوسي في ماتش المنتخب خرج برضه مصاب. يعني هو كان مصاب كدمه بس سليم. يعني فبرضه في الماتشات دي ما بتبقاش فيها اي حاجه فيها شك ولو بنسبه قليله، ف بتاخد الامان يعني بتاخد الامان افضل. طب انت ليك تحفظ على خط الهجوم؟ يعني ليك قصد راي مين ال3 اللي قدام؟ يمين وشمال. بيرسي تاوي يمين، كلام كله ان بيرسي تاوي يمين، عبد القادر شمال، وكهربا في القلب. طب وحسين الشحات؟ حسين خد بالك راجع من اصابه، حسين اخر 4-5 ماتشات. ماشي، لكن انا طبعا هو برضه يعني بيرسي اللي كان بيلعب وكان متالق الحقيقه الفتره الاخيره. يعني فحسين بقى له 5-6 ماتشات بعيد بسبب الاصابه، فهيبقى على الدكه. حسين موجود على الدكه. طيب انا رايي ان لو برضه بيرسي تاو عبد القادر، بس انا كهربا شريف وكهربا يبقى تغييره، وهو بيبقى نازل وفايق مع الكلام ده كله. لكن شريف برضه طب في ناس بتقول منقسمه فعلا، في ناس تقول شريف، ناس تقول كهربا عنده تفاهم كبير جدا مع بيرسي تاو الفتره الاخيره، يعني عاملين دويتو متفاهم جدا. انت رايك ايه يا كابتن؟ انا من الناس المؤمنه بان لما حد يعمل ماتشات كويسه خليه في الملعب، يعني ما تبعدوش. يعني الفترة الأخيرة كهربا ماشي بشكل كويس، يعني خاصة مباراة القطن وأداء جيد جدا وتعاون كبير وتفاهم مع بيرسي تاو. خلي يعني الثنائية دي موجودة، يعني خليها طالما هي ماشية كويس ما تغيرهاش لحد اما تشوف. وشريف عنده الامكانيه ينزل، خلي بالك طول ما عندك 2-3 بره كويسين دول هيساعدوك بشكل كبير جدا. يعني انت بتتكلم على حمدي فتحي ممكن يبقى ليه دور بعد ما ان شاء الله تجيب جون والتاني يبقى له دور مهم جدا كتغيير. شريف نفس الكلام، حسين الشحات نفس الكلام. الدكه مهمه جدا في مباراه زي دي، الدكه هتفرق معاك. الشوط الثاني ده هيكون مختلف، هيكون بانت الامور. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي كانت تصريحات الكابتن سيد معوض على لقاء النادي الاهلي والهلال السوداني، والراجل اتكلم على التشكيل الامثل وعلى اللعيبه اللي هو عايز يبدا بيها كخط وسط او الهجوم. وطبعا الراجل شايف ان لابد من البدء بثنائيه بيرسي تاو وكهربا لانها كانت موفقه جدا وظهرت كتير جدا مع بعض، ويعتبر في تآلف في هذه الثنائيه، ولابد ان هو
اثبت التشكيل عشان خاطر معظم التغيير كل شويه في التشكيل ده طبعا بيأثر على الاداء الفني والاداء الهجومي للنادي الاهلي. دي كانت تصريحات الكابتن سيد معوض اللي وافقوا في بعض من ارائه الخضري طبعا الاعلامي مع الكابتن محمد شبانه. ويمكن برضك اتكلم الكابتن سيد معوض على حظوظ النادي الاهلي وان النادي الاهلي ان شاء الله قادر على حسم بطاقه التاهل، ولابد ان يبقى فيه هدف مبكر ان شاء الله للنادي الاهلي عشان خاطر طبعا يربك حسابات الهلال السوداني والنادي الاهلي يبقى اللقاء اسهل ليه. لحد هنا دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. لو انت حابب تتابع اخر الاخبار واللقاءات طبعا الخاصة بالاعلاميين المصريين على قناتنا ان شاء الله وقناتكم قناة كارت احمر، اعمل لايك، اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.